الدريات الدراري وافين زيدوا تسمعوا قصة هاد البنت مسكينة اللي اغتصبها مول الطاكسي. هاد البنيته كتسكن في العروبية في النواحي ديال القنيطرة. مشات عند العمة ديالها لكازا باش دير ديبلوم تكون راسها يكون عندها باش تخدم. دارت المجال ديال الطبخ والفندق عند العمة ديالها، سكنت عندها ولات كتقرا عندها. في العطل كتجي عند والديها العروبية تشوفهم، تاخد من عندهم شوية الفلوس باش تقضي. دازت 6 شهور على الاستقرار ديالها في كازا عند عمتها، وفي واحد العطلة هبطت لدارهم البادية، شافت والديها، سالات العطلة وكانت غدا راجعة لعند عمتها لكازا. في ديك النهار كان الإضراب ديال الطاكسيات، كانوا خدامين غير شي وحدين قلال كيتعطلوا ما تيجيو على شحال. بقات كتسنى ما جاش كاع الطاكسي وهي خاصها تمشي لغد ليه كانت قاريه. هو يجي واحد الخطاف كيهز البلايص، ركبوا معاه 3 العيالات وجوج الرجال. بقات بلاصه قالت نركب حتى انا، بقى نتسنى وفي الاخر ما غاديش يجيو الطاكسيات ونولي جالسه هنا والغد ليه هاني قاريه. زعمات وركبات مع الخطاف، ودوك الناس اللي راكبين بداو تيهبطوا بالواحد بالواحد. هي بوحدها اللي كانت غاديه حتى لكازا. هبط الراجل، هبطوا العيالات، هبط الراجل الاخر، بقات غير بوحدها هي والخطاف. وهما غاديين في الطريق، هو يقول لها اختي عافاك غادي ندوز لهنايا لواحد العرصه ديال البنان، السيد كان باغيني نوصل ليه شي سلعه لكازا، ودابا ملي غادي ندوز نهزها. قالت ليه واخا كاين باس. شد البيست ودخل بها لديك العرصه. هبط وقال لها تسنيني اختي هنا في الطوموبيل، انا غادي نجيب السلعه ونمشي. تعطل على شي 10 دقائق وهي كتسنى. سالت 10 دقائق وهو يجي. قال لها اختي عافاك لما تهبطي معايا تهزي ليا شي حاجه خفيفه. قالت لي ما لقيتش السيد غادي نهز راسي، تهزي معايا شي حاجه خفيفه الله يحفظك. ما لقات ما تقول على نيتها، هبطات باش تهز معاه. دخلها لتما غير الخلا ما كاين حد، وهو يشدها بزز عليها، تكرفص عليها، بدات كتغوت ما كاين اللي يسمع، الدنيا خاويه. اغتصبها وتكرفص عليها مزيان، ما حنش فيها وخا طلباتو وخا ما خلات زوقت فيه، ما خلات ما قالت ليه والو. كانت في هذا الوقت عندها 18 سنه. سالة وقال ليها يلا. ركبت معاه في الطوموبيل ووصلها حتى المحطة ومشى في حاله. هي كانت مصدومة ما عارفة ما دير، كملت الطريق وهي غير ساكتة. وصلت للدار عند عمتها وبقات 5 أيام وهي مريضة ما كتنوضش من الفراش، ما مشاتش كاع للمدرسة ديالها، ما عرفتش اش غادي تقول لعمتها وكيفاش غادي تقول. من ورا داك 5 أيام عاد قالت لعمتها موضوع شنو وقع، عاودت ليها كلشي بالتفصيل. عمتها بدات كتغوت، قالت لها اختي بغيتي تكحلي عليا وانا عندي الولاد، دابا نشدوا الكار ونمشيو عند باك. شدوا الكار ومشات داتها الباديه عند باها وعاودت ليه كلشي. العمه ديالها باها كان واحد الراجل اللي قبيح بزاف، ما طيقهاش. كيفاش غتركبي مع خطاف وغادي يخرج بيك وغادي يغتصبك؟ واش كتعرفيه؟ لا ما كنعرفوش.
هي ما كتعرف عليه حتى حاجه، حتى الماتريكيل ما كانتش خداتها، نوع الطوموبيل ما عارفاش، غير نية مسكينه، ماشي من البنات الفايقات والعايقات. باها ما تاقش بيها وقال لها غادي تكوني تعرفيه ملي مشيتي لكازا. كحلتيها، ما بغاش يسمع ليها كاع، وقال لها كلمه وحده غادي نقولها لك، غتمشي عليا في حالك، تعطيني اتساح، سيري خدمي على راسك، دابا راه وليتي بنت المدينه ووليتي تعرفي ليها، غير هلنا وجيراننا راه غنقولوا ليهم راك بقيتي في كازا تقراي ومن بعد خدمتي، عطيني اتساع، ما تولي مشوهاني هنايا في العروبيه. واخا تلقاي هذا اللي دار لك هاد الفعله ولا تتعرفيه، انا ما غاديش نبدا غادي ندعي فيه ونشوه راسي مع عباد الله. جرى عليها وما عطاهاش فرصه تهضر، رجعت مع عمتها، بدات عمتها للطبيب وعرفات انها هي راه داكشي اللي كاين، ما قبلاتهاش تبقى معاها. عمتها كانت والده غير الولاد عندها العزيره، قالت لها بنيتي انتي دابا مبقيتيش عزبه وانا عندي العزيره، تولي واقعه شي حاجه بينك وبينهم وتوليو في المشاكل، مهلا بعد من دمك لا يطليك. سيري يا بنيتي انتي دركا المدينه راكي وليتي تعرفيها، عولي على راسك، سيري شي مدينه هنايا قريبه لكازا ولا شوفي انتي وخدمي وعولي على راسك. عطاتها عمتها قالت ليها باش تكري باش تبداي، كانت قالت ليها عمتها سيري غير المحمديه قريبه، المهم بلاصه اللي ما يشوفوكش فيها ولادي ما تلقيش بيهم وما يعرف عليك حتى واحد شي حاجه. داكشي اللي كان مشات المحمديه، كرات واحد البيت وقلبت على قهوه خدمت فيها، دازو شي ايامات عرفت راسها راها حامله من المغتصب ديالها، بقات غير تتبكي ما عرفت ما دير. كانت كرات عند واحد السيده كبيره، مرا كبيره ساكنه غير بوحدها، عاودت لها كلشي وقالت لها انا حامله. بقات في هاد المراه ووقفات معاها حتى ولدات، كتقول ان عانت بزاف هاد الفتره. دابا هي كتبيع غير كلينكس والفانيد، مرة تخلي الولد مع المراه الكبيره اللي كاريه عندها، مرة تركبو فيه معاها، والديها تخلاو عليها وهي دابا حيره وما عارفه ما دير، واش تمشي دير دعوه وتقلب عليه ولا شنو دير. خليو لها في التعليق باش تنصحوها، وحذاري البنات حطيو راسكم ما تركبوا حتى مع واحد ما كتعرفوش كيف ما كان النوع ديالو. نتمنى هاد القصه استفدوا منها كاع البنات.